اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لما تلاقي ان علاقتك مع جوزك بقت مضطربة ومليانة مشاكل، او انك حاسة انه بيبعد، او انك ما بقيتيش من اولوياته، وقبل ما تجري على الكوافير وتقص شعرك وتضربي الاحمر العناب التمام زي ما صاحبتك نصحتك، او تروحي الجيم وتمشي على دايت اللي بينزل 15 كيلو في الاسبوع. طبعا دول مشاوير مهمين ما اقدرش اعترض عليهم، بس في حاجة اهم لازم نعرفها كلنا. على فكرة، مش لازم يبقى سبب نفور الزوج ان زوجته مقصرة في حقه، لا بالعكس، ساعات تضحية الزوجة المفرط واستمواتها انها ترضيه بيبقوا السبب. ساعات الزوج بيطفش لما بيحس ان مراته ما عندهاش حاجة غيره في حياتها، مفيش اهتمامات عندها غير هياكل ايه وهيلبس ايه وهيقعد معاه قد ايه. ساعتها بس بيحس انها مملة، فاضية، ما فيهاش جديد، مواضيعها متكررة. ساعتها بس بيبدأ يدور على حد عنده حاجة جديدة مثيرة، حد جديد تحكيله. انا ما قلتش انه هيدور على واحدة تشاركه اهتماماته، لا، هو هيدور على واحدة يشاركها اهتماماتها، توريله دنيا جديدة. طيب، انت عارفة ان كل الاخصائيين الاستشاريين الزوجيين نصحوا الزوجة علشان عارفين ان معظم الرجالة بيعتبروا ان تضحية الست غباء او ضعف؟ انت عارفة ان دينك ما قالش انك تضحي بحقوقك ايا كانت لأي حد، لا زوج ولا أولاد؟ عارفة ان الراجل بيحب الست المستقلة ماديا وفكريا، واللي عارفة حقوقها وبتحافظ عليها حتى لو بيبان العكس؟ عايزة منه اهتمام، اهتمي بنفسك انت الأول. عايزة منه حب، حب نفسك انت الأول. عايزاه يحترمك، احترمي نفسك انت الأول، واحترمي حقوقك وأنوثتك واحتياجاتك. ولاك وشيل لو بتحبوا الخير.